الدولة هذه؟ ثالوث الدعارة والزنا، حتى أصبح المسلم المغربي إذا خرج وسئل عن جنسيته يستحي أن يفصح عن جنسيته لما يسمع عن ممارسات بناتنا بما يسمى أو تحت يافطة ما يسمى البحث عن عقود العمل في بلاد الخليج وأوروبا. والثاني من الثالوث هو الحشيش، فقد أصبح المغرب هو الدولة رقم 1 في الحشيش إنتاجا، 40% من إنتاج العالم في المغرب، والأول في التصدير حيث يصدر 60% من الحشيش إلى العالم، والأول أيضا في الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية والزبونية أدت إلى تعطيل مصالح الناس، ففر أصحاب الأموال من هذا البلد رشوة وحشيش. وكما قال أحد المغنين الذين استقبلناهم وأعطيناهم من أموالنا ومن عرق جبيننا، قال للصحفيين مستهزئا بالمغاربة بعد المهرجان الساقط، قال: المغرب جميل وأرخص ما فيه هو العرض النساء. قالها في الإعلام، وإحنا نضحكوا، مغاربة يضحكوا.